الانتباه لنادي الزمالك. بعد هذا المعسكر هيكون هناك معسكر اخر في فترة تدريبية وفترة ايضا يعني دولية. محاولة تاني على طول بالنسبة للوحدة خطيرة، جول يا ولد يا ولد، يسجل نادي الوحدة اول هدف اللقاء، يسجل الوحدة اول هدف اللقاء، هدف روعة، هدف روعة، يسجل الفريق الوحداوي. لازم الوحدة يسجل اول هدف اللقاء، هدف جميل جميل جميل، يسجل باقدام يسارية للاعب منصور المنهالي، ياسر المنهالي يسجل هدف جميل لصالح العنابي. العنابي يتقدم باول اهداف المباراة، لازم يتقدم العنابي باول اهداف المباراة. هدف حلو، هدف ملعوب، وهدف يسجل بالقدم اليسرى. شوف هنا على طول الضغط، هدف مبكر جدا هيحلل المباراة. الكرة طالعة على طول، لكن خطأ هنا في خروج الكرة بالراس طبعا من اللاعب حمزة المدودي. ادي الكرة وادي التصويبة، وعلى يسار حارس المرمى يسجل العنابي اول هدف اللقاء بقميص طبعا رقم 20 اللاعب البديل لدى الشوط الثاني. هدف حلو، هدف ملعوب، هدف الحقيقة ليه يعني دلالة كبيرة مع شوط المباراة الثاني، ان احنا نستمتع ان شاء الله بمباراة جميلة تليق ما بين فريق نادي الوحدة الاماراتي النادي الكبير اللي موسى يعدي، موسى يمشي، موسى ينطلق، موسى يلعب على طول تاني. فريق نادي الوحدة تاني لمسة الامامية، انطلاقة في وسط الملعب تاني، بيلعبوا بثلاثة مهاجمين لما بيستحوذوا على الكرة بشكل ممتاز نادي الوحدة، وبيأدي اداء كبير جدا لحد الان. احمد نور الله، احمد نور الله، احمد نور الله، الهدف ادى ثقة، وحاول تصويبة خطيرة الثاني عالمي. الله، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، هدف عالمي جميل. باكايف، اذا باكايف يسجل هدف رهيب 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 في نادي الزمالك. باكايف يسجل تصويبة قوية، فرقة كبيرة، فرقة كبيرة، فريق نادي الوحدة يسجل هدف ثاني، يسجل هدف بالقدم اليسرى. باكايف، اذا باكايف يسجل، باكايف هدف حلو جميل جميل جميل. صعبة على حارس المرمى محمد عواد، الكرة في المقص اليمين رهيبة وعجيبة وجميلة لصالح نادي الوحدة في شوط المباراة الثاني. سلطان عبد الرزاق، والهدف الثاني لو احتسب هيصعب المأمورية على الزمالك. شوف الكرة، شوف لحظة لعب الكرة هنا، ادي انطلاقة لحد الان مفيش تسلل مفيش مشاكل، يخلص يلعب يباصي يحضر، وادي محاولة والتصويبة. شوف الكرة قنبلة والتسديدة، هدف اعتقد مفيش فيه اي مشاكل، هنشوف هدف مفيش فيه اي مشاكل اطلاقا. ادي التصويبة وادي الكرة، مش لعيب في التسلل، عمل حجب رؤية للاعب محمد عواد، كرة لبست بوجه القدم، راحت ايه صاروخ، راحت صاروخ بالنسبة لنادي الوحدة، يسجل الهدف الثاني بالنسبة لفريق نادي الوحدة في هذا المساء، يسجل الهدف الثاني للوحدة في هذه النتيجة غير متوقعة في شوط المباراة الثاني. يتلقى نادي الزمالك هدفين وسط يعني هدف ثاني عالمي جميل بصراحة. هدف الثاني اللي تم تسجيله هدف كان صعب، خطيرة جدا، يا الله مش ممكن الثالث، مش ممكن الثالث. احمد نور الله، احمد نور الله يسجل هدف ثالث للعنابي لنادي الوحدة، يسجل ثلاثية، نتيجة غير متوقعة اطلاقا، نتيجة في الهافتايم الثاني عطفا على اداء ممتاز بالنسبة للعنابي، عطفا على اداء ممتاز بالنسبة للعنابي. الهدف الثالث، الثالث لنادي الوحدة، الثالث لنادي الوحدة، يسجل هدف ثالث ممتاز. احمد نور الله، احمد نور الله من قبل حارس المرمى، وده خرج شيكابالا، خرج شيكابالا، والهدف الثالث في مرمى نادي الزمالك، الثالث في مرمى نادي الزمالك. تمركز دفاعي سيء جدا من دفاعات الزمالك، كرة شوف ملعوبة ازاي، غريبة جدا غريبة جدا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خطأ كارثي من اللاعب الونش، خطأ كارثي من الونش، يرجع الكرة ويتوقع احمد نور الله، لعيب كبير جدا جدا، قلت لك عليه هو ولاعب انا ماركيز، اللعيبه في منتهى الخطوره. بكايف له دور كبير جدا، واللاعب افتان تيل له دور كبير جدا، والوحده يعمل شوط عظيم في الشوط الثاني، يسجل شوط ثاني عظيم عظيم عظيم، يسجل هدفه الثالث في مرمى نادي الزمالك. فريقين طبعا يعني يهمونا ويعزوا علينا، لكن احنا بنحاول طبعا. الانذار، لاعب مانع عايد، لاعب مانع عايد، يمشي على طول الكرة امامية ناحية سامسون، محاولة من سامسون وركلة جزاء، ركلة جزاء لنادي الزمالك في اخر خلاص 5-6 دقائق على شوط المباراة الثاني، اخر 5-6 دقائق على شوط المباراة الثاني.
3-0 لصالح نادي الوحدة. 3-0 لصالح نادي الوحدة. نتيجة ثقيلة جدا ونتيجة كبيرة على مستوى الأهداف. انما ركلة الجزاء الآن، هل الزمالك في 5 دقائق ممكن يكون في مش أقل من 4 5 6 7 دقائق وقت بدل ضايع على شوط المباراة الثاني، على اساس ان كل التبديلات حصلت في الشوط الثاني. اذا في وقت ضايع مش اقل من 1 يخلي الوقت المتبقي ناري. ركلة جزاء زملكاوية، ركلة جزاء زملكاوية والتصويب الهدف. الهدف على طول، رؤى يسجل هدف اول للزمالك. هدف اول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة. في الدقيقة 86 من عمر اللقاء محمد رؤى يسجل هدف اول للزمالك، يقرب من الفارق، والجمهور يعني لسان حاله يعني واضح تماما من تعبيرات ايديهم. شوف الكوره تصويبه قويه وركله جزاء حاطط فيها قوه.